ملياردير دخل يشتري بدلة، لكن الموظفة اللي في المحل شافته لابس كجوال، فافتكرت إنه مش قادر يشتري من لبس المحل الغالي، مع إنها واخدة تدريب مهني في المبيعات، بس كانت باينة عليها قلة صبر وإهمال في التعامل معاه. الراجل الريس سألها سؤال بسيط: البدلة دي بيلم عليها التراب بسهولة؟ لكن ما كنش متوقع ردها. عادة يعني الناس ما بيلبسوش البدلة دي في أماكن فيها تراب. ولما شافها الريس بنظرة غضب، البنت اتوترت. في اللحظة دي جت بسرعة موظفة تانية جميلة وأنقذت الموقف. أول حاجة اعتذرت للريس، وبعدها جابت له بدلة مناسبة أكتر. الريس أعجب جدا باحترافيتها وطلب منها بالذات تشرح له عن لبس المحل، وبالفعل في الآخر اشترى بدلة مناسبة جدا له. لكن الموظفة التانية عملت حركة من وراها. بعد ما الريس مشي، فيرا الموظفة الكويسة افتكرت إن هدية البرفان لسه على الكاونتر، فطلعت تجري وراها عشان تسلمها له. الهدايا دي ساعات الموظفة ممكن تزوغ بيها وتاخدها لنفسها، لكن فيرا كان عندها مبادئ. الريس لما شاف ابتسامتها الجميلة ابتسم هو كمان بإعجاب واضح. اللي محدش كان يعرفه إن النهارده أول مرة يرجع فيها بلده بعد 3 سنين، وبسبب غلطة في المطار شنطته ما وصلتش، اضطر يروح على طول محل قريب يشتري بدلة. ولما رجع الشركة بسرعة لقى أخوه غير الشقيق بيشجع المساهمين يبيعوا الشركة. على طول دخل الاجتماع وقفهم. الحقيقة إنه وهو بره كان بيدرس مستقبل الشركة، وراجع وهو مليان ثقة، ما خلاش العيلة تعميه، وكان بيعامل الكل بعدل، وبسرعة جدا بقى هو المدير التنفيذي الجديد. بس اللي ما كانش يعرفه إنه رجع وهو مزعل. أخوه غير الشقيق جدا، وده هيبقى مشكله كبير على قيادته للشركة.